لحن الخلود. لحن الخلود. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. النهاردة حقدم معكم طريقة تحضير الخبز المغربي، يعني كيف يحضر الخبز المغربي. عندي هنا احتاج هنا في هذه القصعة، طبعا احنا بنستخدم اما الطين يا اما الفخار، احسن وافضل واجود. حطيت هنا نص كيلو دقيق ابيض زائد ربع كيلو دقيق ابيض عفوا، زائد ربع كيلو دقيق فينو الأصفر، زائد نص كيلو دقيق القمح الحنطة، زائد هاد شويتين اللي عندي هنا حطاهم علشان أكركب بهم العجين تبعي، يعني أكورها بعدين. حطيت هنا ملح، حطيت خميرة فورية تقريبا ملعقة كبيرة لأن الجو عندنا بارد، حسب الجو اللي عندكم. إذا كان الجو عندكم حار تكتفوا بس بملعقة صغيرة ممسوحة أو زيادة حسب. وكذلك هحتاج هنا مية دافية، يعني بحرارة المطبخ، ما أحتاج مية باردة لأن الجو بارد مثل ما قلت لكم. لما بيكون الجو حار يكون جو سخن ما يحتاج، الواحد يكتفي بالمية الباردة. بالنسبة للمية صراحة ما عنديش مقدار مية، هحاول اني اعد معكم مقدار المية للقمح اللي عندي. طبعا بالنسبة للناس اللي عندهم عجانة يقدروا يسووا نصف لتر من المية. انا هنا حسب قوامي، هنا انا استخدمت اقل من نصف لتر، يعني هحتاج تقريبا نصف لتر. بخلطها كده، بحاول اني اوريكم بايد واحدة كيف طريقة الخلط، بس شوية صعب لاني هحتاج تدليك واحتاج اشتغل باتنين ايدين، فعشان كده هوقف الفيديو لغاية ما ان شاء الله اجمع العجينة بتاعتي وارجع واكمل معاكم. مثل ما قلت لكم هذا قوام هيحتاج، لان مش لازم تفضل تلتصق في الاول، بتلتصق كده بس بعد ما بنجمعها ما بتلتصق. هحتاج كمية أخرى من المية. ابتدي أضيف بشويش بشويش عشان العجينة تبعي مش عايزاها جارية أنا. والله هحاول أكمل معاكم جمع العجينة بإيد واحدة. أتمنى إني أوفق عشان تشوفوا كيف ضاع مني التسجيل. قلت لكم هحاول إني أوريكم يعني بإيد واحدة. شفتوا دلوقتي إيدي ما عاد تلتصق كده. طبعا هذا بالنسبة للناس اللي لسه بدائية زي بتستخدم يديها، يعني ما عنديش عجانة أنا. طبعا كل ما هو متاح في البيت عندي اللي هو جد متواضع فبوريه لكم، واتمنى انكم تقبلوه مني. هنا حوقف التسجيل لاني حبيت اوريكم القوام بس كده. نصف لتر في هذه الكمية. بعدين هدلكها كويس وتواصل معاكم، لازم تدلك كويس لغاية ما تترخي. بعد ما دلكت العجينة تبعي بدهنها بشوية زيت عشان ما تلتصقش، وبغطيها بكيس غذائي طبعا ابيض، واسيبها تقريبا نصف ساعة كده بالكتير. هقسمها على 2 بالطريقة دي. هاخد الدقيق اللي كنت عزلته، طبعا هذا حنطة قمح حنطة. هاخد القطعة الأولى دي، حاول اني حنا كنقولوا اللولبة،
هي صعب بإيد واحدة، بس ما فيش حاجة صعبة معاكم. الحمد لله ربك بيسرها، وبقدر اني اتمكن اوريكم. هي باتنين ايدين احسن. حاول اوريكم كيف، يعني هيك شوية تحت شوية فوق كده كده. حاجة هنا على طاولة بحط عليها قطعة ثوب. الثوب اللي بحطه برشه بدقيق، طبعا قمح الحنطة، وبحطه هنا. بجي للتانية نفس الطريقة كده، ندورها 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 وما نخافش منها، انا هاي ما بتلتصقش نهائيا. لما لو لبنا الاثنين خلصنا، نرجع للاولى. ابتدت ترخى شويه، هنحاول ان احنا نعملها شكل دائري. هوريكم سمكها بعدين، انه ضروري ضروري اقرصها باثنين ايدين. بنفضل نضغط بالطريقه دي. انا ما استنيتش كتير صراحه، لازم نستنى 10 دقائق بالكتير عشان تساعدني. يعني قد ما فضلت القرصة تبعنا ترتاح، قد ما بتسهل طريقة التقراص. بس انا ما عنديش وقت خلاص، فضلت اني اعمل لها كده. هنا حيكونوا عندي خبزتين كبار. بس هنا حطيتها، سمكها لازم يكون كده. حغطيها وسيبها تختمر تقريبا ربع ساعة بالكتير، وحنحطها على الفرن. وهكذا الخبيزات ديالنا صاروا جاهزين كيف ما كتشاهدوا كتشوفوا، تيجيو رطبين مفشفشين ما شاء الله تبارك الرحمن. كنرافقوه مع مرق، كنرافقوه مع زيت زيتون، مع الزيتون، مع بيض، مع اي شيء. احنا دائما وابدا الخبز المغربي لازم يكون حاضر، وحاضر بقوة، يعني مش يعني في كل طبق. اتمنى انه فقرة اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش بالتعليقات وباللايكات، وكذلك ما تنسونيش حتى بالانتقادات ديالكم. تحياتي لكم ورمضان كريم.